السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وبألف خير يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب ان شاء الله بإذن الله، وجعلها ايام هنا وخير وسعادة علينا وعليكم يا رب. زي ما انتم شايفين كده انا نقلت الفراخ بتاعتنا اهي. زي ما انتم شايفين دي الحتة اللي انا قلت لكم عليها وانا كنت بظبط فيها. زي ما انتم شايفين معانا كده اهو. انا كنت بوريها لكم يوم الشتاء، مكان يعني جاي جامد كده، وكنت مراكه انا كنت شغاله فيها بعملها، بس الشتاء كان نزل عليها وكده على السطح، فنزلت ما كنتش كملتها. فالحمد لله والشكر لله كملتها ووصلت فيها الكهرباء اهوت وظبطتها كده، ونقلت الفراخ لسه الوقت حالا. يعني نقلهم النهارده ان شاء الله باذن الله هيباتوا فيها، فربنا يسترها عليهم يا رب ان شاء الله باذن الله كده في المكان الجديد ده اهو. وانا عملت احتياطاتي يعني، جبت برضو مشمع حطيته فوق. يعني انا زي ما انتم شايفين كده انا عامله خشب اهو. جبت بقى اشتريت مشمع حطيته برضو فوقها، بحيث برضو ما الجو يشتي ولا حاجه برضو، يعني يبقى الواحد برضو واخد احتياطاته. النهارده الجو حلو من الصبح، بس جه الوقت غير كده. الجو سقع كده وغير، فالله اعلم بقى الشتاء ده مش مضمون، فلازم الواحد لو عنده مثلا فرخين او حاططهم في حته مش يعني منها كده للسمه، لازم يكون عامل احتياطاته برضو. وزودت لهم برضو هنا، جبت لهم علافه جديده اهي، اول مره اشتري العلافات دي. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، يعني حلوه برضو يعتبر ايه. بتوسع عليهم شويه. يعني مثلا كل ما الفرخ بيكبر معاكي بيبقى عايز ايه، علفات اكتر، سقايات اكتر. فزي ما انتم شايفين يعني هم بسم الله ما شاء الله يعني بقالهم عدوا 16 17 يوم اهو. فجبت لهم العلافه ديت ياخدوا على يعني ايه، عليها من ناحيه ومن ناحيه تانية ايه، تبقى يعني مع الاتنين اللي انا حطاهم لهم. زي ما انتوا عارفين انا حاطه لهم واحده اهي، وديت والطبق دي برضو حاطه لهم النهارده كده. بس ان شاء الله باذن الله هنا علفه برضو اكبر هحطها لهم ان شاء الله. كل ما الفرخ بكبر معايا بوسع له في المكان، وبزود له في العلافات، وبزود له في السقايات. حاطه لهم برضو سقايه هنا برضو اهي. دي كانت معاهم في البوكس، فكان لسه فيها شويه ميه بخل كده، جبتهم يكملوهم. لان زي ما انا قلت لكم لسه ايه مخلصه يا دوبك حالا الوقت، خلصت العريشه وظبطتها ووضبتها. تعبت فيها والله يعني بجد، ولسه ناقله الفراخ فيه، فقلت بنقول لهم شويه الميه دول يشربوهم، وان شاء الله باذن الله هنا برضو سقايه او مغسلها وانضفها ويعمل لهم جوز سقايات برضو، بحيث ان المكان وسع. فممكن تحط بقى ايه، تزودي علافات وسقايات. زي ما انتم شايفين الفرخ معاكي لما بلاقي مكان واسع بيبقى حلو. يعني الفراخ بالذات او اي انواع بط، المكان الواسع لها احسن لها من المكان الضيق. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يسلم كده. هتشوفوا الفراخ ديت كمان يومين ثلاثه لما وسعت لهم المكان، لان انتوا كنتوا عارفين البوكسه كانت يعني مبهدلاهم اخر بهدله. وحطت لهم برضو اشتريت شكارة نشارة، وحطت لهم برضو عامله لهم يعني طبقه بسم الله ما شاء الله ما هياش قليله اهي. زي ما انتم شايفين معايا كده اهي. فربنا يسلم ان شاء الله باذن الله. النهارده كده اول يوم هيباتوا هنا، ربنا يسلم كده. وجمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب، وارحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. ارحم ابويا وامي واموات المسلمين اجمعين يا رب، وجعل ايامنا كلها هنا وخير وسعاده يا رب ان شاء الله باذن الله. عشان هنا المكان واسع يا حبايبي، عملت لهم لمبتين هم والناس يعني، مش حاطه لهم كبيره ولا حاجه. حاطه لهم ايه، كان البوكس كان فيه واحده بس، لانه كان زي ما انتوا عارفين محبك وحلو. حطيت لهم هنا بقى ايه، لمبتين اول نستين. هوريلكوا برضو ما اخلص كده معاكم، هوريلكوا العريشه برضو من بره ظبطتها ازاي، وحطيت عليها المشمعات وعملت فيها ايه. الفرخه كل ما ياخد على المكان هيمشي فيه وهيتبسط فيه، بس عشان لسه نقلهم الوقت يعني ايه مكانين شويه. ايوه كده. فالحته ما تكون واسعه وحلوه بسم الله ما شاء الله، هتلاقي ايه الحاجه بتكبر معاكي والحيوانه بتكبر معاكي، ويوم اليوم بيجيب يومين. يعني اهم حاجه النظافه، زي ما قلت لكم النظافه والمكان الواسع، وتحبك على حاجتك، يعني تاخدي بالك من حاجه ربنا يرضيك ان شاء الله باذن الله. لان انتوا عارفين يا جماعه الاهمال هو اللي بيجيب الخراب.
فالواحد مادام اليومين ده هم شتا لازم ياخد باله شويه من اي طيور عنده، والله بقى بط، فراخ، رومي، اي انواع طيور اليومين ده هم لازم الواحد ياخد باله، لان اليومين ده مش مظبوطين، الشتا دايما مش مظبوط. بقول لكم النهارده طول النهار الشمس حلوه وجميله، وجت الوقت ايه غيمت اهو الهوا ايه، فالشتا مش مضمون. بالنسبه للفراخ البلد نزلتهم معاهم اهو برده من البوكسي، بس قصقصتهم ويعني ايه ظبطتهم كده، قصقصتهم، قلت برضو ايه البوكس كان مقفول عليهم وكده ممكن هنا يطيروا مني على السطح ولا حاجه، قصقصتهم وظبطتهم كده ونزلتهم معاهم عشان تبقى علفه واحده اكله واحده وعلفه واحده يعني. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله المكان واسع يعني ايه، ما هوش ضيق ولا حاجه عشان ايه اسيب التانيين في البوكس لوحدهم واخلي دول لوحدهم، لا المكان واسع ياخد دوم ودوم. عم انتوا عارفين الفراخ البيضاء بتيجي قبل البلدي، فان شاء الله باذن الله هي الفراخ البيضاء ربنا يكرمنا فيها كده ان شاء الله باذن الله بتطلع، والبلدي بقى ايه ينقلوا المزرعه يسيبوا هنا عادي بقى اما نشوف كده ان شاء الله باذن الله. اما انا بالنسبه لي انا كنت هسيبهم في البوكسه، كنت عايزه هنا علف وهنا علف، اما انا هنا ياكلوا مع بعض هتبقى علفه واحده وخلاص، والسقايات قدامهم العلافات قدامهم وخلاص. زي ما انتم شايفين زودت لهم علافات اهو برده، ولسه ان شاء الله باذن الله برده هحط لهم علافه واحط لهم سقايه، لان المكان واسع يعني ياخد بسم الله ما شاء الله وعي كتيره يعني. حاطه لهم برده في الجنب بلاط اهو برده من جنب الجدران، ومظبطه لهم الحال كده، فربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ويسترها النهارده بقى عليهم كده. النهارده اول يوم في هيبته بقى فيه، ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله عليهم النهارده كده وتعديها على خير يا رب ان شاء الله. هوريكم بقى العريش يا حبيب قلبي من بره كده، واوريكم التظبيطات اللي انا عملتها ايه فيه كده. زي ما انتم شايفين اهوت عملت لهم العريشه اللي انتم شايفينها ديت كده وظبطتها، جبت لهم المشمع ده واشتريته اهو لهم، حطيته اهو وقمت قافله كده ايه عليهم كده، وحط لهم برده طوبه اهوت على البتاع يعني مظبطاهم محبكاهم اهو، وربنا يسترها بقى. انا عملت اللي عليا والبقى على ربنا، زي ما انتم شايفين الهواء قايم ازاي، ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. كده بقى بقوم ايه وبفتح لهم بقى ايه زي باب كده، بقوم داخله منه هنا كده لهم اهو زي باب كده يعني. زي ما وريت لكم كده العيشه من بره، والله اللي انا قدرت عليه عملته بقى، ربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. بس بتهيألي يعني انا محبكاها حلو يعني، المشمع بس طاير شويه، الوقت هجيب برده خشب احطها عليه اظبطهم كده ان شاء الله باذن الله، وربنا يستر يا رب ان شاء الله باذن الله. هقوم بقى اقفل معاكم الوقت واملى لهم كمان سقايه وازود لهم العلف يتعشوا بقى ويظبطوا كده، واقفل عليهم ان شاء الله باذن الله. زي ما انا قلت لكم ربنا ايه يستر النهارده ان شاء الله باذن الله. النهارده اول يوم هيباتوها هنا، فربنا يستر ان شاء الله باذن الله. فده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، ودي كان يومي معاكم النهارده. ربنا يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.